هذه هي بلد 25,000 قلعة، ألمانيا. صنفت أفضل دولة للعيش بالعالم بعد هولندا. جوازها ثالث أقوى جواز عالمياً. مشهورة ب3 أمور: شرب الخمر، قطاراتها الفاشلة، Deutschen Bahn. Pünktlichkeit und Deutsche Bahn? Das passt einfach nicht zusammen. وقلاع. وين ما تروح في قلاع. أهلا وسهلا فيكم ببلاد القلاع، ألمانيا. 25,000 قلعة. تعرف شو يعني 25,000 قلعة؟ ما فيش دولة بالعالم فيها 25. هذا أسجد دولة بالعالم، كلها قلاع. وين ما تروح بألمانيا، وين ما تطب، أي مدينة بتحداك اعبر على أي مدينة، طير طيارة أو أنت تطلع بعينك على أعلى مرتفع بتلاقي قلعة فيه. وهذا يعود لأنه أوروبا عاشت ما يسمى بعصور الظلام، وكان فيها نظام اسمه النظام الإقطاعي، وهو عبارة عن ملك أو أمير أو غني أو فارس عنده أراضي وقرى شاسعة وبحكم عليها. مستعبدهم، هم بيشتغلوا بالفلاحة لأنه زمان الفلاحة بكت يعني أساس الاقتصاد، وهو عايش هنا جاخخ بتطلع عليهم ومشيف بحياته. قلعة مهجورة يعني مش ضايل منها ولا إشي. هيها وصلنا. اسمع، مساحة ضخمة مش صغيرة. شوف ما شاء الله، طلع ما شاء الله. شكل هذه بكت الكنيسة. هنا الإمام بيوقف. هذه اللي أنا فيها مش زي شغل الإقطاعيين اللي حكينا عنهم. هذه طلع عليها بكت زي حصن، لأنه مش كل القلاع بكت للأغنياء والأمراء والحكام، لا. فألمانيا محاطة من الجوانب أعتقد من 9 دول أو 10 دول: فرنسا، إيطاليا، هولندا، بولندا، النمسا، سويسرا، 9 دول تقريبا. فاضطرت إنها تبني قلاع بكين زمان يعني أحسن حصن للحماية، وبكوا يستخدموهن كثير. اليوم قنبلة تكش بتخلص عليها. بعد ما لفلفت شوي بالمنطقة واستكشفنا أنفاق القصر، انطلقت لمهمتنا بهالفيديو. فاليوم عنا 3 مهمات: التسلل على قصر مهجور، زيارة متحف قصر، ونوم ليلي بقصر أوتيل. هذه الآثار مجرد تسخين بكيت نايم فيها الليلة، فيلا عليهم. وصلنا القصر تاعنا والشباب. أيوة قصرنا. قبل ما نعبر على الاير بي ام بي، تقييمه بالبرنامج 4.92، يعني ممتاز ما شاء الله. النظافة 100%، كل شيء يعني 4 وفوق، أغلبه حتى 5. تعليق في 144 تعليق. أول واحد بيقول لك زي شونا أوفنتالت أليس بيرفكت. اسمعوا، هذول ألمان، فإذا حدا بيعطي تعليق مليح فيعني عن جد إنه مليح. الألمان معقدين بهيك شغلات. الثاني: Wir hatten tolle erholsame Tage im Schloss. Hörerisch besonders gut hat uns der Abend im romantischen Garten mit musikalischer Untermalung gefallen. شكله في غناني عندنا هنا. الله، طرب عليهم. واحد كاتب ein sehr besonderes Ort، مكان مميز على الآخر. Das gibt es nicht so oft, dass ein paar Tage Urlaub so lange nachhallen. فهات نشوف، عندنا احنا ليلة هنا بدنا نستغلها، بدي اتعربش وبدي انط، بدي اسوي كل اشي عليهم. بسم الله. طلع ويلكم زين. يا ابو شغله. هي السهم، يعني نروح هنا. ما شاء الله، والله حلوه المنطقه. انت متخيل انه هذا كله الي؟ كله يعني أنا القصر قاعد فيه هسه، هذا كلياته الي، بقدر اسوي فيه اللي بدي اياه، كل شيء. صح انه نصه مهجور يعني، بس الك. انا جاي لحالي، تقدر تجيب معك العيله. شو جخ هنا. هي السهم الثاني، يعني هي غرفتي. تفضلوا، اهلا وسهلا، عندكم هنا المكتبه. عادي كمل. هي غرفة النوم ابو الشباب. ولك الي من حد ما بديت السفرة تاعتي ما نمتش على تخت، بس مرة واحدة لما تكنسلت الطيارة بايسلند واخذونا على اوتيل 5 نجوم. غير هذيكي ما نمتش على تخت، دائما بالشوارع مشرد. والله حلو الغرفة. شوفوا عندك كنباي. يا ريتني متجوز اقعد هناك مع مرتي. يمي وانام معها هنا. يلا مش مشكلة. طيب هالغرفة، وهي هنا المطبخ. حلو. شوفوا هي الطاولة اللولبية، عندك رفوف،
يعني مطبخ عادي مع الكنباي هنا. هسا هنا إذا بتفتح الباب أبو شغله، افتح بسم الله، عندك أخرى غرفة للنوم. هو شغل هذا القصر لعيلة، طلع هي أخرى تخيت كنبايات للكعدة ما شاء الله. يعني هذا معمول لعيلة، عيلة تيجي تقعد فيه. أنا لحالي محتله ما شاء الله. والله فكرة مليحة، إذا حدا مع عيلته اسمع نار. أهم إشي عندنا بالقصر المناطق المهجورة. وشغل وسألته إذا بقدر أسند فوق، قال لي عليهم. بسم الله. ايش شو هذا؟ دمار شامل عندك هنا. طلع كيف كله بالنص هابط. شو الدرج هذا السري؟ في درج سري هنا، في إشي. تخيل انت عايش هنا، تتخيل انه هذا اير بي ام بي. ما شاء الله. طلع سمعت اضمنش فيك ولا واحد تسقط هذه. آخر مرة لما بكيت مع أصحابي وتسللنا على قصر، لاحظنا إنه كل الغرف مربوطة ببعضها. طلع عندك هنا غرفة، هذه الغرفة عندها درج هيك، درجات صغار هيك 5-4 درجات تنزل عليهن بتروح على غرفة ثانية، كله مفتح على بعضه. طلع هذه الغرفة، طلع عندك هناك باب وعندك هنا باب وعندك هنا باب. هيك لاحظنا بهذاك القصر اللي رحنا عليه كله مفتح على بعضه، في شيء مسطر، وكل غرفة مربوطة بغرفة هيك ب5-6 درجات. وهذه عندك البرندة هذه وكعة. اير بي ام بي حلو لما تيجي مع عيلة، ومش غالي على الليلة 100 يورو. إذا مع عيلة أغلى طبعا، أنا لحالي 100. لو 2 مع بعض نفس السعر بظل 100، أما 3 بتزيد أخرى واحد شنو 45 يورو زيادة. حتى نقول دفعت لك 200 يورو بس. هيك المغامرة نفسها حلوة، إنك نمت بقصر مرة نصه مهجور نصه شميته مع منطقة واسعة هدوء. مش عارف شو اسوي، ما هو لحالي بقصر لحالي. شو اسوي بالقصر؟ حاليا بتدفى، اجري سكاعن بعرفش ليش. نلعب شدة ابو الشباب، يلا نلعب شدة. حكيتهم انا غلبتهم كلهم هيك، فزت حالي. فزت حالي. قاعد بظبط بفيديو لقناة ون بيس. شو رايكم بدي اعمل دعاية لللابتوب تاعي؟ بلش الشركة هيك شافت ويعني فرحوا، تعرف عملوا لي سبونسر للفيديو. شو رايكم؟ حتى نجرب، شوفوا المهارات. الليلة كانت حلوة بالقصر، مع اني طول الوقت وانا بس ارقص. أما قصر حلو، الغرف بتجنن، المساحة برا كبيرة، القرية هادية وجميلة، فبنصح كل واحد يروح عليه. وهسا خلونا نروح للمهمة الثانية. هلا ورحب. وصلنا قرية صغيرة جدا، والباستن وصلها ممكن مشالها 10 دقايق بولا إشي. فيعني أنا بنص ولا إشي والدنيا راحت مغرب. القصر بعيد عني 5 دقايق، تأعبر وتأطلع بدها وقت. طلع لما راح أنام الليلة. أما يعني الحمد لله وصلنا. في عنا قصر مهجور و100% مهجور، ولا في إشي معتني فيه هنا. طيب شكلها عبر مليحة. حدا شافني عليهم. اسمع اللي بكى عايش هنا، بكى مشيف ما شاء الله. في كاميرات، هي كاميرا هناك، كاميرا هناك. لازم ادير بالي. افتحش شت، افتحش. لا ولك طلع اللي عايش هنا، طلع المساحات اللي بكت عنده. ولك كل هذه دارهم. هنا محل ما بيشتغلوا، بقدر اروح فوق. ان شاء الله يعبرني على شباك مفتوح يا رب. دكم راسي. 1 2 3.
طلع. اوه شت. شايفين الكاميرات هناك؟ في 3 كاميرات. يي طلعنا هذه. طيب في عنا عبرنا جوا، ان شاء الله تبقى في نزله لتحت، ما يبقاش كله بس سقف. ابو شغله هذه ضد رجعت. ما شاء الله. السلامة. عبرنا. اطلع يا خفاش، اطلع يا جني. احنا المشكلة الافلام اللي حضرناها واحنا صغار، هيك واحد يعبر على منطقة مهجورة يطلع له حدا يقتله يخطفه، انت بتعرف انه مش راح يصير، بس بظل هذا الجزء اللي خايف، اللي بتخيل هذه الشغلات، فهيك بظل الواحد مش مطمئن. فاضي برضو، فاضي. هذه حمام هنا. اوعى تسقطي فيي، شوفي تحت ولا شيء، نفس اللي هنا. انا هذه الغرف بموت عليها. طلع هذه الغرفة اللي مع مدخلي. عندك اخرى مدخلي هنا، هذا التلفزيون تاعهم. يا باي، اقسم بالله الواحد منا اليوم عنده رفاهية بداره بغرفته ازيد من ملك الملوك قبل آلاف السنين. اي في كاميرات؟ فيش كاميرات؟ هذا شكله واحد وحبيبته باكين جايين هنا. السؤال اذا هذا بيشتغل. بسم الله. انو بيشتغل ولا بتحرك. بسم الله. هذه شكلها تطلع. هذول باب، هذا الباب الاساسي. ياه شباب، شو في هنا؟ اسمع، جسمي كله بقشعر. الغرفة نار للكعاد. هذه في بوت. اسمع، في حدا بقعد هنا، في كهرباء. بسم الله. فاضي. اسمع، مع النارات في حدا بقعد هنا. شوفوا الحطبات هذول اجداد، وهي النارات. طلع في حدا بقعد. وشغله شغل تقطيع هذا. شت في كاميرا، شايفينها؟ ضوء احمر. شت. في بيانو هنا. شت. الكاميرا موجهة على البيانو. اسمعوا، الغرفة عملت لي هيك بدني بقشعر. شباب خلص، ما دام في شغل كهوي انا متاكد في حدا بقعد هنا. طيب هات نروح. بسم الله. شوف شو في فوق. سندتش فوق. انا بدي اشوف وين هذا الحبل رايح. حبل الكهرباء. بيجوز رايح على الكاميرات فوق. شت ضبط وطفط. شت. مش فاهم هذه الكاميرا، اما بدنا نروح. مشيت بالضبط من قدامها، بالضبط. خلص فيش في شيء القصر، بس الغرفة هذيك غرفة نارية اقسم بالله للكعاد. نارية لولبية. وين طريق الرجعة؟ ولك في طريق بتروح لبرا، ما شفتهاش هذه قبل. كانوا مسكرين كل القصر كله مسكرينه. هنا مفتوحة. في طريق من هين. اني طريق هذا فكرت اطلع من هنا. قال طريق. شت. برجع الطريق اللي جيتها. برايي اذا في اشي موجود بهذيك شكلها مرتبة على الاخر، بس مش عارف ليش طلعت انا. ما طلعتش صفارة انذار. في كاميرا بيني. شت. روح من هناك، بكد اعبر من الباب. ابو الشباب عبرت مع السلامة. انا بعرف ليش طلعت. عن جد اني بخاف، مش شجاع، بس مشيت من قدامها بكت ضوء احمر. مش عارف، طفت وردت ضوت. لا ادري، اعتقد هذول
مش من أول طقة بشتغلن، بجوز مرتين أو ثلاثة أمرك من قدامها بتشتغل، لا أدري بعرف إيش. أما حاليا هاي القصر، مع السلامة، على اللي بعده. عبرت على قلعة بألمانيا اسمها هوهنزولرن، إشي من هالنوع. تقدر تعتبرها بالتوب 3 بألمانيا من ناحية جمال. طلع وراي فوق الجبل، ارتفاعها 300 متر فوق سطح الأرض. بتشوف من فوقها إذا الطقس مليح بتشوف مئات الكيلومترات من فوقها، يعني على ارتفاع مرتب ما شاء الله، وحلوة بتجنن. هذه الغرفة الحلوة مش مخلينا نصورها، فيها كل الذهبات وتاج الملك ومش عارف شو، بس هسه بنزرك الكاميرا بدون ما تشوف في واحد واقف جوا. هسه بحاول ازركها واصور لكم ان شاء الله. عبرنا على المتحف. اسمع، بتعيش وانت تطلع يمين شمال فوقك تحتك كل محل، بس الألمان شعب معقد قال بقول لك لازم تمشي بس على الحمراء هذه، وممنوع الطب بولا إشي. حتى الكاميرا جيت قاعدها تقعيد مشان أصور حالي، كان ممنوع تقعدها. كانوا معقدين زي حلو القصر. تقدر تعبر على أغلب الغرف فيه. في عندك الأشياء الأثرية بتشوفين، كل البراويز، غرفة النوم، غرفة الأميرة عبرت عليها، كثير شغلات ما شاء الله. يعني متحف بتلف فيه ب 26 يورو التيكت، تعبر بتشوف فيه كل إشي. وفي عندك هنا مطعم للي بده ياكل، أنا باكلش، فيوه ممتاز. هسه نروح على اللي بعده. بعد هذه القلعة انطلقت لقلعتين حولوهن لمتحف، قلعة هايدلبرغ والقلعة الأجمل بألمانيا نويشفانشتاين. لكن مبدئيا قلاع المتاحف بيختلفنش عن بعض كثير إلا بالمنظر من الخارج. أما نويشفانشتاين بتجنن، بنصح فيها، خصوصا إنها على الحدود مع النمسا، فالمنطقة حواليها حلوة مع الجبال. فهي كانت مغامرة ألمانيا. اكتب بالتعليقات شو أعجبك بالفيديو، ويلا سلام.